كنا لسه بنتهته في الكلام ده، كنت في اولى اعدادي قريت كده صدفه، في جريده الاخبار خبر عن ندوه لجامعه الرعاة سنه 76. فكنا بنحضر، كنت بعيد جدا في الوقت ده، كنت صغير. رحت في قصر محمود باشا سعيد في جناكليس، طفل صغير. دخلت اتوهمت. كان الاستاذ محمد رخا بيجيب اللقاء، وحاضر في اللقاء حسين مؤنس والدكتور محمد الصاوي والاستاذ محمود عبد العال كاتب القصه الكبير. كان قاعه، كانت القعده في الجنينه بتاعت القصر قبل ما يعملوا المبنى اللي قدام ده. كان السلم كده زي في افلام شاديه بتاعت زمان، والقاعه قدام، القعده قدام باب القصر محمود باشا سعيد اللي هو في جناكليس. فانا ما اعرفش حاجه، فدخل سالت واحد على البوابه، الندوه بتاعت جامعه القلب العربي دي هنا؟ قال لي اه جوه. فدخل المهم دخلت وقعدت، وكان في شاب صغير قاعد اسمه احمد مبارك، شاب صغير كده اسمه احمد مبارك. فشايفني ايه الولد الصغير اللي انت جاي يا احمد مع الناس دي؟ بدات رجليا تاخدني لهذه الندوه، وهم اللي عرفوني ندوه قصر كابتن انفوشي بعد ما قعدت معاهم فتره كبيره. وكان ضمن الحضور الشاعر الراحل الاستاذ عبد المكاسب، وكان ماسك الندوه الجماعه دي زي اياميها الحاج سيد خليفه بتاع مطبعه ترسيس، وبعدين المستشار الميلادي عبد القادر الميلادي، كان اسماء رنانه. وشفت في هذه الندوه شخصيه لا انساها طبعا، الاستاذ توفيق حكيم كان بيحضر لقاءات هذه الندوه. فكان جماعه الادب العربي قبل ما نمسكها الاصفار كانت جماعه عريقه جدا وفيها اسامي. يعني انا ليا الشرف وليا الفخر، اعوذ بالله، انا شفت الناس دي فعلا يعني الحاجات دي سجل في التاريخ. ومن هنا تعرفت على الاستاذ عبد المكاسب، وتعرفت على شاعر اسمه عماد حسن، الاستاذ الشاعر الكبير طبعا عماد حسن. كان كل دول ضمن حضور هذه اللقاءات. وجاء شاب فلاح من المنصوره اسمه مصطفى كامل، كان اول حضوره في الساعه الادبيه كان في جامعه الادب العربي، ووبخه يوميها الاستاذ عبد المكاسب لانه كان قال اغنيه مكسره اللي هو الشاعر مصطفى كامل. الكلام ده كان سنه 84 بقى، كانت في الثمانينات. يعني كلام كتير جدا على هذه الجامعه العريقه للاسف اللي تولاها بعد كده، بس ربنا يصلح حالها وتمشي خليها في التابعين. الله يرحمهم. واحنا فعلا احنا لنا الحظ ان احنا حضرنا اساتذه دي، وتقول هذا الحظ بهذا الرجل اللي بيحمل على اكتافه. والله بكلمك مش بجاملك عشان صاحبي وحبيبي، لا اسمع بس، لولا جابر مسيوني ما كانش كرم بالصوره اللائقه استاذنا الكبير احمد السمر والاسماء اللي قلنا اللي كرمت، ولا اضيء على هذا الشاعر اللي هو ظلم في الاسكندريه في حياته. وان شاء الله هيجدد ذكراه وهيبعث من جديد الاستاذ عبد المكاسب رحمه الله ورحم الله كل مبدعينا اللي احنا لنا الشرف تتلمذنا على ايديهم. السلام عليكم ورحمه الله.